برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. يا مساء العسل الرايق وصل. شعب الرايقين، مسا عاملين ايه؟ يا رب دايما كده تكونوا منورين. وحلقة جديدة من الرايق برو ماكس، وبين قوسين الزير. ايوه، هتقولي ليه الزير؟ هقولك هتعرف. البرنامج اللي بياخدك من زحمة الحياة ويقولك اهدى شوية واضحك شوية وفكر كتير. اربطوا الحزام وشغلوا الضحكة، لأننا طالعين في رحلة إذاعية اجتماعية، بس على طريقة العبد لله. أيوة، على طريقة الرايق. وهنتكلم النهاردة عن إيه بقى؟ تعال أقول لكم. يلا بينا. انسوا بقى إننا النهاردة في استوديو، إحنا على الناصية، تحديداً في القهوة. والله القعدة اللي بتبدأ بهات شاي يا عم سيد وتنتهي بتحليل اقتصادي وسياسي، وممكن تحقيق في جرايم، وأحياناً حكايات حب ومواقف بايخة بتموت من الضحك. لكن السؤال هنا، هل فعلاً كل قعدة على القهوة مضيعة للوقت؟ ولا القعدة دي فيها حكايات وسحر من نوع تاني؟ المهم في كل ده إنك تختار القعدة الصح ومع الناس الصح. واخد لي بالك؟ مسا رؤوف. مسا وإيه؟ على القهوة هتلاقي دايما نفس الشلة، وكل واحد ليه لقب متسجل في دفتر القعدة. اسمه سعيد أردغانة ومستمع منفخ وتوفيق العنخ وعلي زمدعانة ودوفي على وليلة جامدة أوي سعادتك. أولا المحلل الاقتصادي، ده اللي دايما بيبدأ كلامه بجملة أنا كنت متوقع إن الدولار هيعلى من أسبوعين، وبيشرح لك ليه سعر البيض بقى أغلى من الكافيار، وهو أصلا ما يعرفش الألف من كوز الذرة أساسا. أنا مارس يا أخويا. ثانيا بقى السياسي العالمي، وده بقى اللي دايما بيتكلم عن العلاقات بين الدول، وكأنهم يعني بيبعتوا له الأخبار أول بأول طازة بطازة، وكل ما حد يسأله عن أزمة في أي حتة يرد بمنتهى الثقة أنا كنت قايل كده من زمان. أيوة ما أنا واخد بالي، ما هو الكلام بفلوس. شوف إزاي. أما بقى ثالثا، وده النقد الفني، وده بيشوف أي مسلسل يطلع منه برسالة قومية، وبيتخانق لو حد قال بس إن البطل كان بيبالغ في التمثيل، وتلاقيه بيقول بعلو صوته إزاي يا جدع ده كان بيخلي المسلسل ليه حس، وتلاقي في الآخر هو أسوأ أداء للأسف. عالكسفة اللي انت فيها يا حازم. ما علينا. أما بقى رابع واحد، وهو بتاع الحكايات، وده اللي عنده قصة عن كل بني آدم على القهوة، ولو ما يعرفوش بيلفق له حكاية. ما احنا قلنا الكلام مش بفلوس، ده انت كافر. وده تلاقيه بيبدأ بجملة فاكرين عم سيد؟ لا مش عم سيد بتاع الولع والشاي اللي قلناه في الأول، حد تاني. ونقعد بقى نسمع في النخع اللي بيقوله، ونكتشف في الآخر إن عم سيد ده ملوش وجود أصلا. الله يا راجل، بلا كدب بقى، بوشك ده كداب كدب الإبن. أنا معاكم، بنضحك وبنتريق، بس الحقيقة إن القهوة بالنسبة لناس كتير مش مجرد مكان بيضيعوا فيه وقت، نقدر نقول عليها هروب، استراحة، ويمكن المتنفس الوحيد من ضغط الحياة. في ناس بتتلم على القهوة بعد شغل تقيل، بيحكوا ويفضفضوا، بيلاقوا نفسهم واستصحابوا عمرهم، وفي اللي بياخد القعدة دي كفرصة للتفكير، أو حتى إنه يفصل شوية من دوشة العالم. يا سلام، أما قصة عبرة صحيح. يا سلام. ما تيجي نتكلم بقى جد شوية. انا قلت كده برضو، قلت كده بالظبط. هنا لازم تقف شوية وتسأل نفسك، هل القعدة دي بتضيف لك ولا بتسرق منك وقت وحياة وفرص؟ الناس اللي فيها بتأثر فيك بشكل إيجابي في حياتك، ولا كمالة عدد وخلاص وبياخدوك لطريق مش شبهك؟ القعدة على القهوة مش عيب، المشكلة لما تبقى حياتك كلها محصورة بين طاولة ودومنة وموضوع قديم بتعيده من 3 سنين. جرب تسأل نفسك، بتخرج من القعدة دي بإيه؟ ضحكة، فكرة، معلومة مفيدة، حل المشكلة، ولا بتخرج ندمان على الوقت اللي راح؟ في الآخر القهوة وقعدتها مش دايما مضيعة للوقت، لكن لازم تختار صح. اختار القعدة اللي تضيف لك مش اللي تستهلكك. وصلت؟ أتمنى تكون وصلت. وبكده يا شعب الرايقين نكون وصلنا لنهاية رحلتنا النهاردة. حاولت أضحككم وأشاور معاكم على مواقف بنعيشها، شوية جد وشوية ضحك. الضحك حلو، بس الأجمل إننا نفكر ونتغير للأحسن. الحياة فيها مواقف تضحك وتعلم في نفس الوقت، فاضحك وخد العبرة معاك. الضحكة حلوة بس الوعي أحلى. وأشوفكم في حلقة جديدة
وضحكة جديدة بس إيه، رايقة. سلام عليكم.